شوف هيدا الكواليتي بتاع الملعب بتاع العشب. اذا ضربات الترجيح تنطلق الان بين تونس ومالي. توضيح قانوني على حركة الحراس وتحركاتهم. والكرة الأولى من ياسين مريح وديارة. الكرة الأولى للنصور أمام مالي. ضربات الجزاء بدات. ديارة حارس اليانج أفريكانز. مريح للمنتخب التونسي. أعصاب على بركة الله. يتقدم ياسين مريح ويحطها 1-0. ياسين ممتاز التنفيذ من مريح. خبرة قوة شخصية. مريح بالعنج 1-0 للنصور. ممتاز التنفيذ من ياسين مريح. الآن دور دحمان والكرة من أفضل لاعبي مالي المخضرم بسوما. دحمان بسوما يمشي بسوما يمشي برا اوت. بسوما اوت 1-0. النصور تتقدم 1-0 تونس. الكرة الثانية للمنتخب التونسي. آخر مرة لعبنا ضربات جزاء ترجيحية ضد غانا، والأولى كانت ضد الجابون في 96 بين الشكر الواعد وبين بن مصطفى. الآن هناك دحمان. الكرة الثانية للمنتخب التونسي. علي العابدي. علي بومبا يا علي. يتقدم العابدي. وين يا علي؟ وين يا علي؟ مش ممكن. يبقى التقدم تونسي، ولكن مالي عندها فرصة التعادل. ترشح يجري ورانا. علاش كل هذه الارتفاع يا العابدي؟ تقريبا اول ضربة جزاء يضيعها علي العابدي مع المنتخب التونسي. الان اللي ما يضيعش سينايوكو، اللاعب اللي سجل اهداف مالي الكل في البطولة، واللي في اخر 8 اهداف في الكان سجلهم 6. سينايوكو تلاقيت الثانية مع دحمان. سينايوكو ويمشي سينايوكو. ثم ريح بس بتعرف كيفاش تكدري كورتك. سينايوكو يحط التعادل. قلت لك ما يضيعش. 1-1. رجعت وين كنا؟ ترشح يجري. اجا يا تونس. اجا يمشي لطنجة. فرحة المدرب توم سانفيت. الآن كرة ثالثة. الآن الياس سعد لاعب اوكسبورغ الألماني. الركلة الأولى سجلنا. الضربة الثانية ضاعت. الكرة الثالثة الآن عن طريق الياس سعد مع ديارة. يا رب الياس سعد برشا ضغط. الياس سعد يمشي. الياس سعد يحطها. يا معلم يا الياس، يا معلم يا سعد. وش السعد يحط الهدف الثاني لتونس. 2-1. هدوء بالمخ مش حكاية قوة. علي كان حتى كيما يشوت في عاداته يسجلها مش مشكلة. نستناو فيك يا دحمان. واحدة يا دحمان، عندك فترة غايب يا دحمان. تحضر الآن يا أيمن. نوني لاعب فينرباخشة التركي. نوني فينرباخشة يتقدم. نوني
تونس، مش تجري ورانا البطاقة تتأهل. امان يجاني، امان حد اوروبيه في كرتاج وكمارة وسوسه وسيدي بوسعيد. امان هز جمهورك اللي طنجة 2-1 ما صار شيء. عاشوري يا ربي معاك، ياسر عاشوري يا رب. ياسر عاشوري والحارس ديارا، ياسر عاشوري، عاشوري رد بالك الياس، عاشوري بسم الله، عاشوري، عاشوري يضيعها، عاشوري يضيعها والحكم يقول ممكن تعاد. وقت اللي اللاعبيه نتاعك الاصليين يضيعوا كيفاش تربح ساق صحيح، ضيعها العاشوري، ضيعها العاشوري. تونس تتقدم ولكن الكرة الرابعة لمالي الآن. طلتونا دياكيتي، 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 دياكيتي مش هتجيب حتى واحدة يا دحمان. دياكيتي، دياكيتي يحطها 2-2 والكرة الأخيرة يا رب. والله ضغط ممتازة دياكيتي 2-2. من سيسدد الكرة الخط؟ هل هو الفرجاني او الصغيري؟ هو بن رمضان. محمد علي بن رمضان مع الحارس ديارا، بن رمضان وديارا، يضيعها بن رمضان، يضيعها بن رمضان. المنتخب التونسي على بعد ركلة من الخروج. اليوم مشكلتهم لاعبية كي بتعرفش تشوف ضربات جزاء، شو ينحطها بن رمضان مش ممكن. بن رمضان كل الدخول غالط مليار في المياه، يعاون في اللعبة ويزيد يضيع ضربة الحسم. ومالي لا اعتقد انهم سيديرون الفرصة، مش ممكن وقت تجيك في الماتش تسجل في 90 وتضيع الماتش، ومن بعد وقت اللي تضيع الركله الاولى وتضيع وتجيك الفرصه الثانيه وتضيع، ما تنجمش تتاهل في كاس افريقيا. كره من اللاعب توري، سيناريو دراماتيكي لتونس في مباراه كاسابلانكا اليوم. توري ما يبعدش، توري يمشي، توري يتقدم، توري ويسجل مالي، تتأهل لملاقاة السنغال وتونس تخرج برا البطولة بطريقة غريبة وغريبة جدا. سيناريو قاسي وإقصاء مر، والمنتخب التونسي ما حبش يربح. تفضل محمد سعد.